أريني مجدك، أريني مجدك. كل عالي في حياتي ينحني، وكل واختم على قلبي بخاتم البنوية ده. تعالى علينا. أنا عايزة النهارده تطوب عيني لما ترى وتطوب أذاني. أنا ليك بالكامل وأنت ليا بالكامل، بكل حبك بكل سلطانك. عايزين نتكرس ليك، عايزين نقرب منك، عايزين نجيلك، عايزين نصرخ نهار اسم يسوع المسيح. خبينا يا رب في جنبك واتكلم يا رب. امين. هل عندك كلمة خاصة للكنيسة الأم؟ الكلمة التي يعني أوجهها للكنيسة الأرثوذكسية في مصر أنها كنيسة لها تراث عظيم وميراث عظيم في الآباء. كنيسة جاهدت وقدمت من الشهداء ما لم يقدموا غيرها عبر التاريخ. الزخم الروحي اللي موجود فيها هائل. الكنوز التي بداخلها كنوز رائعة. والكلمة التي أقدمها ليها: أنت بنعمة الله قادرة أن تقودي النهضة. أنت بنعمة الله قادرة أن تستيقظي وتقفي على أقدامك فيتمجد الله فيك وبك كما لم يحدث في التاريخ من قبل. الكنيسة البروتستانتية والكنيسة الكاثوليكية بتحبكم قوي. الكنيسة الأم هي كنيسة العريقة اللي أغلب الشعب موجود فيها في أرض مصر، وعشان كده احنا توقعنا إنه ربنا يستخدمها إنها تقود حركة الصلاة وحركة التسبيح وحركة الوحدة، وربنا يستخدمها بقوة في السكة ديت. عندي كلمة بسيطة. الكنيسة الإنجيلية شافت من الرب أنه النهضة اللي جاية ستقودنا فيها الكنيسة الأرثوذكسية. نحن نؤمن بالكنيسة القبطية، كلنا عندنا إيمان وبنصلي أن الرب يعطي للكنيسة القبطية مسحة جديدة، زيت جديد، والرب يشعلها لأن هي اللي هتقود مصر في النهضة اللي جاية.